السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. يا رب يجي علينا السنة الجاية إن شاء الله، وكل اللي قناته ما تفعلش زي حالاتي كده تكون اتفعلت يا رب يا رب إن شاء الله. معانا النهاردة حلوى جميلة جدا جدا. مش هنقدر نقول كيك لأن الكيك مش بتعمل الحاجات اللي احنا هنعملها في الحلوى الباردة دي. جميلة جدا بصراحة، طعمها تحفة، عجبت الولاد جدا جدا وعجبتني أنا كمان. بس يعني مش عارفة أقول لكم جمالها وحلاوتها قد إيه. يا رب إن شاء الله تعملوها وتجربوها كده وتعجبكم، وسهلة وبسيطة جدا. هي كل التكلفة كل التكلفة اللي فيها شوية كوباية الكريمة بس. معايا توست قطعته كده وقطعت الحروف بتاعته. الحلوة دي كنت عايزة اعملها معاكم في المباشر، بس للأسف ملقتش حد معايا خالص من حبايبنا، فقلت لا هعملها بقى فيديو خلاص، فيديو عادي يعني. قطعت الحروف بالطريقة كده من كل جنب، وهرصه بقى في القالب اللي عندي. ممكن ترصي طبقة واحدة وترصي طبقة تانية بعد ما تسقي الطبقة الأولى، بس أنا رصيت الطبقتين فوق بعض وسقيتهم هما مع بعض مرة واحدة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي فراغات بتحطي فيها قطعة تقفليها يعني من نفس التست. في فيديوهات كتير جميلة يا بنات، انزلوا شوفوها تحت، حاجات جميلة جدا، حلويات وحاجات مأكولات وكده يعني. معايا 2.5 كوب حليب، الكوباية ديت المج بتاع الشاي العادي. حطينا هنا 2.5 كوب حليب، ومعايا كمان باكو كريم كراميل. هناخد الباكو وهنسيب الباكو الكراميل مش هنحتاجه. فضيناه في الحليب وهنقلبه على البارد، وهنحط ربع معلقة فانيليا أو نص معلقة فانيليا، وهنقلبه على البارد كويس. وهنروح على النار كده هنقلبه، ايدنا ما تتشالش منه الا بعد ما يغلي وندفع عنه عشان ما يكلكعش او يلزق في الحلة. ممكن تضيفوا علبة قشطة. بصراحة هو الوصفة فيها علبة قشطة على الحليب والكريم كراميل، لكن انا اكتفيت بالكريم كراميل. طعمه وريحته جميلة جدا، يعني بصراحة مخليها طعمها كده ايه تحفة، ما تشبعيش منها. مع ان الواحد بياخد القطعة منها يعني بتحس انك اكلتي حاجة حلوة فعلا يعني. هنسقيه، هنسقي التوست بالخليط اللي عملناه دوت، الكريم كراميل والحليب، وهنسيبه لما يبرد. ما تنسوش حبايب قلبي الاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء على مواقع التواصل لتنتشر القناة وتتفاعل كده إن شاء الله يا رب. هندخلها التلاجة بعد ما نسقيها الكمية دي. 2.5 كوب والباقي كانوا يعني حلوين خالص، وكانت أمراية كده زي العسل. هنبدأ بقى نعمل الكريمة. معايا كوباية حليب يعني مشبرة زي ما انتوا شايفين كده، الحليب نازل فيه قطع من التلج. حطيت عشان الكريمة معلهاش سكر، حطيت معلقة ونص سكر. لو مش عايزين تضيفوا سكر براحتكم. هنضربهم كده الأول، نقلب كده بالراحة من غير ما نشغل المضرب تقليب عشان ما تطرش وتعفر الدنيا زي الدقيق بالظبط بتعفر. وبعد كده هنضرب بالمضرب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. نقلب كده من الحروف علشان مش تفضل حاجة من غير ما تكون انضربت بالمضرب وبقت كلها ايه زي بعضها، ميبقاش فيها قطع كده من غير ما تتضرب ولا حاجة.
انا نزلت بنص الكوباية او كان ربعها باقي. هي كوباية الكريمة خدت كوباية الحليب، كانت جميلة والقوام اللي كنت عايزاه يعني، عشان مش هعمل منها وردات ولا حاجة فعايزاها طرية شوية. طلعتها بعد ما بردت، حطيتها في التلاجة شوية، حوالي ساعة كده أو نص ساعة. ممكن تحطها في الفريزر شوية بسرعة هتبرد. وهننزل بالكريمة كده على الوش. لا إله إلا الله. يا رب تعجبكم حبايب قلبي، وربنا يسعدكم ويفرحكم كل المشتركين الجدد واللي معايا من زمان. ربنا يفرح قلوبكم يا رب. هنوزع الكريمة كده ونسويها كويس. طبعا ممكن تزينوها بأي طريقة تحبوا، يعني أي طريقة عايزين تزينوها بيها زينوها. طبعا مش هنقدر نقول كيك لأن الكيك مش بنسقيه كريم كراميل. الكيك ممكن نسقيه حليب وبس، أو آه، مية بالسكر اللي بنعملها دي. معايا شوكولاتة سما بشرتها، بشرت شوية كده من القالب وسويت الكريمة زي ما انتوا شايفين. وهنرش بقى طبقة كده خفيفة من الشوكولاتة المبشورة. بصراحة كانت طعمها تحفة مع الكريمة وجميلة جدا. كان ممكن أشيل حتة من الكريمة وأعمل وردات وأزوقها أحسن من كده كمان، بس أنا اكتفيت كده لأنها مش تورتاية يعني أو كيكاية. صح، وهنا اللي يعملها ويجربها يا رب إن شاء الله تعجبكم. لا إله إلا الله.